صباح الخير عليكم في يوم جديد ونهار جديد. معايا انا مناد روحي وفصل جديد من كتاب فن اللامبالاة. استنوني. الفصل الثالث بيتكلم عن انك انت مش استثناء، انك انت شخص غير مميز. ايه يا عم الاحباط على الصبح ده؟ لا، انا لازم احس ان انا مميز عشان خاطر احس ان انا ناجح. انا بتكلم في تعاملك مع الاخرين. لازم تتقبل نفسك الاول انك انت شخص عادي. لازم تعرف انك انت مش استثناء، انك انت مش من حقك تدخل مكان تتعامل معاملة خاصة عن اي حد، انك انت مش مميز عن اي حد. تقبلك انك لست استثناء وانك انت شخص فوق القواعد ده بيساعدك على النمو والتطور. كتير مننا حاسس ان هو شخص مميز فبينتظر معاملة خاصة من كل الناس، وللأسف لما ده ما بيحصلش بتحصل له خيبة أمل وبيحبط. لا، الاعتراف بأنك مثل الجميع وإنك زيك زي أي حد ده أول بداية خطوات التطور والنمو والنجاح الفعلي. ومعرفتك إن النجاح بيتطلب جهد وعمل شاق ده مفتاح للتغيير الحقيقي. ما تعملش زي الطالب الشاطر لكن ما بيذاكرش، هيجي يوم الامتحان هيسقط، أو على الأقل هتكون درجاته إيه؟ قليلة. لكن طالب تاني شايف ان النجاح ده طريق مكون من السعي والاجتهاد والتعب عشان يجيب درجات ايه؟ كبيرة. فبالتالي النتيجة النهائية هتكون رقم ايه؟ كبير جدا في نتيجته النهائية، فهيرتاح ويبقى مبسوط. ليه؟ لانه عارف انه شخص عادي مش عارف يوصل غير بايه؟ بالنظرية بتاعت لازم تتعب، لازم تشقى، لازم تحارب عشان خاطر ايه؟ توصل. انت شخص عادي جدا، مش هتوصل غير لو تعبت، غير لو اجتهدت. مش لمجرد انك انت محبوب في شغلك من مديرك ده هيساعدك للترقي، لا. يوم ما هيختاروا حد يترقى في الشغل هيختاروا الاكثر نجاحا وليس الاكثر، يعني مش الحبوب بتاع الشركه، لا. هم ياخدوا الشاطر اكتر مش الحبوب اكتر. وحبذا لو انت فيك الاثنين، شاطر ومحبوب من الجميع بشخصيتك الكويسه المحبوبه من الناس، انك انت بني ادم محترم بتحب زمايلك بتعامل معاهم بكل اريحيه، بني ادم صادق في التعامل مع الناس. دي حاجه حلوه جدا. لازم تعرف انك انت مش استثناء، انك انت مش سوبرمان عشان الناس تبص لك كده بالهام، لا خالص. شخص عادي عاوز تبقى استثناء بمجهود مكون من التعب والتطور والنمو في حياتك الشخصيه والعمليه. صباح الخير عليكم في يوم جديد ونهار جديد. معايا انا مناد روحي وفصل جديد من كتاب فن اللامبالاه. استنوني. الفصل الثالث بيتكلم عن انك انت مش استثناء، انك انت شخص غير مميز. ايه يا عم الاحباط على الصبح ده؟ لا، انا لازم احس ان انا مميز عشان خاطر احس ان انا ناجح. انا بتكلم في تعاملك مع الاخرين. لازم تتقبل نفسك الاول انك انت شخص عادي. لازم تعرف انك انت مش استثناء، انك انت مش من حقك تدخل مكان تتعامل معاملة خاصة عن اي حد، انك انت مش مميز عن اي حد. تقبلك انك لست استثناء وانك انت شخص فوق القواعد ده بيساعدك على النمو والتطور. كتير مننا حاسس ان هو شخص مميز فبينتظر معاملة خاصة من كل الناس، وللأسف لما ده ما بيحصلش بتحصل له خيبة أمل وبيحبط. لا، الاعتراف بأنك مثل الجميع وإنك زيك زي أي حد ده أول بداية خطوات التطور والنمو والنجاح الفعلي. ومعرفتك إن النجاح بيتطلب جهد وعمل شاق ده مفتاح للتغيير الحقيقي. ما تعملش زي الطالب الشاطر لكن ما بيذاكرش، هيجي يوم الامتحان هيسقط، أو على الأقل هتكون درجاته إيه؟ قليلة. لكن طالب تاني شايف ان النجاح ده طريق مكون من السعي والاجتهاد والتعب عشان يجيب درجات ايه؟ كبيرة. فبالتالي النتيجة النهائية هتكون رقم ايه؟ كبير جدا في نتيجته النهائية، فهيرتاح ويبقى مبسوط. ليه؟ لانه عارف انه شخص عادي مش عارف يوصل غير بايه؟ بالنظرية بتاعت لازم تتعب،
لازم تشقى، لازم تحارب عشان خاطر ايه؟ توصل. انت شخص عادي جدا، مش هتوصل غير لو تعبت، غير لو اجتهدت. مش لمجرد انك انت محبوب في شغلك من مديرك ده هيساعدك للترقي، لا. يوم ما هيختاروا حد يترقى في الشغل هيختاروا الاكثر نجاحا، وليس الاكثر، يعني مش الحبوب بتاع الشركه، لا. هم ياخدوا الشاطر اكتر، مش الحبوب اكتر. وحبذا لو انت فيك الاثنين، شاطر ومحبوب من الجميع، بشخصيتك الكويسه المحبوبه من الناس، انك انت بني ادم محترم، بتحب زمايلك، بتعامل معاهم بكل اريحيه، بني ادم صادق في التعامل مع الناس. دي حاجه حلوه جدا. لازم تعرف انك انت مش استثناء، انك انت مش سوبرمان عشان الناس تبص لك كده بالهام، لا خالص. شخص عادي عاوز تبقى استثناء بمجهود مكون من التعب والتطور والنمو في حياتك الشخصيه والعمليه.